كيف تميز بين وزن التجليبة ووزن النصاري ووزن الأبوذية في الشعر الشعبي؟ السلام عليكم، أنا مرتضى الحريشاوي، وهاي حلقة جديدة من برنامج تعليم أوزان الشعر الشعبي. في البداية يجب أن أنوه أن هناك تشابه كبير بين هذه الأوزان الثلاثة، وهو وزن التجليبة ووزن النصاري ووزن الأبوذية. هذه الأوزان للي ما يعرفها يرجع للحلقات اللي قبلها راح يفتهم شنو معنى الأوزان. هذه أوزان الشعر الشعبي وليست بأوزان الشعر الشعبي الكاملة، يعني هاي 3 أوزان من مجموعة أوزان من الشعر الشعبي. هذني ال3 أوزان وهي التجليبة والنصاري والأبوذية، هاي أوزان معروفة، كل الشعراء يعرفون هاي الأوزان، أو حتى اللي ما عرفها احتمال سمع بها هاي الأوزان. هاي الأوزان متشابهة تشابه كامل بحيث تلتبس على الشاعر أو الكاتب أو حتى على الرادود والمنشد والذواق وأي شخص كان. الوزن الأول وزن التجليبة، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. الوزن الثاني وزن النصاري، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. الوزن الثالث وزن الأبوذية، مفاعيل مفاعيل فعولا. هذن الأوزان الثلاثة هذن ما يتغيرن غير بس بالتفعيلة الأخيرة. احنا نشاهد هنا هذا وزن التجليبة وهو مفاعيل مفاعيل مفاعيل. هنا صار عندنا تغيير بالحرف الأخير، تغيير بالنسبة للوزن اللي بعده، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. هنا عندنا مفاعيل، هنا عندنا مفاعيل، كأنما هنا النون محذوفة، يعني فرق بين النصاري والتجليبة حرف واحد. هنا يضاف للتجليبة نون، وهنا يحذف من النصاري حرف النون وهي المفاعيل وليس بمفاعيل. فهذا الفرق. بالنسبة للأبوذية هم يعني نفس التفعيلات، احنا نلاحظ نفس التفعيلات، هم مفاعيل مفاعيل فعول، مفاعيل مفاعيل مفاعيل، مفاعيل مفاعيل مفاعيل. يعني نلاحظ الفرق فقط في التفعيلة الأخيرة، والتفعيلة الأخيرة مو كل التفعيلة، لا جزء من يمها. هسه عندنا هنا مفا، هنا مفا، هنا فعو، يعني نص التفعيلة هي صحيحة. وين صار عندنا